السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من طلبة تانية ثانوي الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في تقييم ويك 3. ويك 3 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الاوكتت رول، وبيتكلم عن النظرية اللي بعدها في سنة بسيطة. هو تطبيق سهل، لو اي حد كان عنده مشكلة ان شاء الله شرحنا هنا في حل الويك يقدر ان هو يخليه يعرف يحل بنفسه ويعرف يمشي الدنيا بنفسه كويس قوي. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش على طول في حل التقييم بتاعنا اللي بيقول الاتي: which of the following molecule doesn't obey الاوكتت رول؟ doesn't obey الاوكتت رول. طيب دكتور محمود، احنا قلنا ان عشان اتبع الاوكتت رول لازم يكون السنترال اتوم بتاعتي متحوطه ب 8. اقل من كده ما بتتبعش، اعلى من كده برضه ما بتتبعش. السي اتش 4 ممكن نرسمه بطريقه بسيطه خالص، ان هي سي واربعه من الايه الهيدروجين حواليها. حلو. والهيدروجين لازم يبقى عامل بوند واحده فقط. حلو. والكربون بيعمل اربعه، دي قواعد محفوظه وثابته. من المنظر ده هتلاقي ان الكربون عن اللي هي السنترال اتوم عندها اربعه بوند. الاربعه بوند دول يوازوا 8 الكترونات بالظبط، لان كل بوند معموله من الكترونين، فده بيتبع. ال NH3 بيترسم ازاي؟ بص، النيتروجين ده ابقى حافظ الاتوميك نمبر بتاعه 7. ال 7 بتترسم ازاي؟ 1s2 2s2 2b3. كده احنا رسمناها. الفالنس الكترون بتاعتها كام هنا؟ 5، اللي هو اعلى اس وبي. فبالتالي النيتروجين يا صديقي العزيز احط حواليه 5، 1 2 3 4 5. النيتروجين عنده 3 سنجل، يبقى بيعمل 3 بوند. ماسك مع كام هيدروجين؟ 3. ادي واحد يعمل بوند من هنا، واحد يعمل بوند من هنا، واحد يعمل بوند من هنا. الهيدروجين اتوميك نمبر 1 هو عنده واحد فالنس الكترون، يبقى عنده دوت واحده. سنجل مع سنجل نعمل بوند، سنجل مع سنجل نعمل بوند، سنجل مع سنجل نعمل بوند. شوف لي كده السنترال اتوم بتاعتك اللي هي النيتروجين دي حواليها كام الكترون؟ 8. يبقى برضو بتتبع الرول بتاعتنا. امال مين اللي ما يتبعش؟ مركب زي ال NO2. ليه؟ حاول ترسمه، هتلاقي نفسك عمال بتعاني معاه عشان ترسمه. وفي حاجه اسهل، احنا مش خدنا في كتاب المدرسه عندنا اكزامبل اسمه NO؟ مظبوط. قلنا ان ال NO مش هيتبع الاوكتت رول، وده عشان سبب لازم تبقى عارفه، ان مجموع الفالنس الكترون بتاعه اود نمبر مش ايفن. النيتروجين لسه كاتبين ان الفالنس الكترون بتاعته 5، الاكسجين الفالنس الكترون بتاعته 6، فيبقى 5 بلس 6 ايكوال 11. فده كان السبب اللي مخليه ما يتبعش القاعده. حتى لو حاولت ارسمه مش هلاقي السنترال اتوم يتبع القاعده. ال NO2 مختلفه يا دكتور محمود؟ لا مش مختلفه. نيتروجين ب 5، 2 اكسجين كل واحده ب 6، التوتال 17 فالنس الكترون. طب ما 17 ده اود نمبر، فده بقى يخليه ايه؟ ما يتبعش الايه؟ القاعده. using the following table مديني الجروب نمبر لثلاثه اليمنت اكس وواي وزد. بيقول لك مين من الكومباوندز دي السنترال اتوم بتتبع الاوكتت رول، يعني حواليها كام الكترون من الاخر؟ 8. عندي الاليمنت اكس اتوميك نمبر 15، المفروض ان احنا حافظين الايه؟ الاتوميك نمبر بتاع اول الاليمنت اكس. طالما ان احنا حافظين الاتوميك نمبر بتاع اول 20 اليمنت، من اول الهيدروجين اتوميك نمبر 1 ولحد الكالسيوم اتوميك نمبر 20، هتلاقي ان الاكس الاتوميك نمبر بتاعها 15 ده الفوسفورس، الواي الاتوميك نمبر بتاعها 13 ده الالومنيوم، الزد الاتوميك نمبر بتاعها 16 ده السلفر. ايه الحقيقه لو ما كنتش عرفتهم برضو عادي، ما كانتش هتفرق قوي. هو طالما مديك اتوميك نمبر ممكن توزع وتحل وخلاص. بس انا بقول يعني للي حافظ هيساعدك برضو ان انت تتعرف على الاليمنتس دي ايه. بيقول لك الاكس سي ال 3، اكس سي ال 3 اللي هو البي سي ال 3، واي سي ال 3 اللي هو اي ال سي ال 3، هل دول بيتبعوا القاعده؟ بصراحه انا شاكك في الالومنيوم تراي كلورايد ده، حاسه ما يتبعش القاعده. تعال نجرب ونشوف. الالومنيوم بتاعنا اهو، الالومنيوم اللي الاتوميك نمبر بتاعه 13 لما هتوزعه هتلاقي ان هو نيون 10، وبعدين 3s2، وبعدين 3b1، يعني عنده 3 فالنس الكترون. فالثلاثه يترصوا كده 1 ثم 2 ثم 3. طب بالنسبه للكلوراين، الكلوراين الاتوميك نمبر بتاعه 17، فتوزيعه كده نيون 10 ثم 3s2 ثم 3b5، فيبقى توتال الفالنس الكترون بتاعه 7. حلو. الكلوراين ال7 يتحطوا حواليه ازاي؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، فعنده واحد سنجل. الالومنيوم لانه عنده 3 سنجل هيعمل 3 بوند، والكلوراين لانه عنده واحد سنجل هيعمل واحد بوند. تعالى بقى نرسم. ادي الومنيوم، كلورين، كلورين، كلورين. الالومنيوم اهو عامل 3 بوند اهو، سنجل بتاعه مع سنجل الكلوراين، سنجل بتاعه مع سنجل الكلوراين، سنجل بتاعه مع سنجل الكلوراين. والكلوراين عنده نفس الالكترونات بتاعته اهي. من المنظر ده شايف الالومنيوم حوط نفسه بكام الكترون يا دكتور محمود؟ 6 مش 8. عشان كده قلت لك ان هو مش هيتبع القاعده وهيكسر القاعده. طيب عارف بقى البي سي ال 3 هيتبع ولا لا؟ هيتبع، لان الفوسفورس اتوميك نمبر 15 وزعه كده معايا هتلاقي ان هو نيون 10،
وبعد النيوتن 3s 2 ثم 3b 3. فيبقى توتال الفالنس الكترون بتاعه 5. ال5 يتحطوا ازاي للفوسفورس اهو 1 2 3 4 5. يعني عنده 3 سنجل فهيتحوط نفسه بثلاثه اتوم و3 بوند. الكلوراين لسه كنا عاملينه هو ماسك معاه 3 كلوراين، عنده واحد سنجل فهيعمل واحد بوند فقط. طب تعالى نرسم بي سي ال 3. هسنتر الفوسفورس لانه الاقل عدد، هرسم له الكتروناته. هرسم بعد كده 3 من الكلوراين هي البريفرال اتوم، وهرسمها بنفس الطريقه، والسنجل بتاعها هوجهه ناحيه الفوسفورس عشان تعمل معاه بوند دلوقتي زي ما هنشوف. سنجل مع سنجل اعمل بوند، سنجل مع سنجل اعمل بوند، سنجل مع سنجل اعمل بوند. تعال نشوف مين السنترال اتوم الجميله بتاعتنا، الفوسفورس. تعال نحولها اهو، هتلاقي انها حواليها كام الكترون؟ 8. يبقى هي بتتبع الايه؟ الاوكتترول. من هذا المنظر الاكس سي ال 3 تتبع، الواي سي ال 3 لا تتبع ابدا. اي حاجه بقى فيها واي سي ال 3 واي سي ال 3 ما اختارهاش، فانا هختار الانسر مين؟ سي. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول given that molecular formula of الكلوراين of element A and B are ACl3 و BCl2 respectively. حلو. and both obey the octet rule. Which of the following choice represents the valence shell electron configuration for the element A and the element B؟ من الاخر بيقول لك هات لي الفالنس شيل الكترون كونفيجريشن بتاع A و B. يعني من الاخر هات لي الفالنس الكترون A و B كام؟ اجمع عدد الفالنس الكترون لل A و B. اجمع عدد الفالنس الكترون لل A و B. طب انا اعملها ازاي يا دكتور محمود؟ انا اعرف ان الاي سي ال 3 هحاول ارسمها اهو، اي سي ال ماسكه في سي ال ماسكه في سي ال. حلو. انت قلت يا دكتور محمود ان لازما هكون عامل ازاي كده اهو، اي بوند تتعمل كده اهو، طالما ماسك مع سي ال يبقى لازما المنظر ده. والسي ال كده كده عارفين ان هو لازما يكون عنده حوالي كام؟ 7 من الفالنس، فبيبقى عنده الشكل ده كده. الفكره يا دكتور محمود ان هو قال لي حاجه مهمه قوي، انه بيتبع الاوكتت رول. خدت بالك من المعلومه دي؟ وبي الاوكتت رول يعني لازم يكون محوط نفسه ب 8. دي القاعده بتاعتنا، العلماء عملوها كده، لازم يكون محوط نفسه ب 8. فانت هنا يا ايه حواليك 6 بس، ازاي؟ طب المفروض يبقى حواليك 8. يبقى اكيد في لون بير انا مش واخد بالي منه موجود في الرسمه ولازم احط عشان يبقى حواليه كام؟ 8. من المنظر اللي قدامك ده كام عدد الفالنس الكترون للاليمنت ايه؟ هات لي الاليمنت ايه كده الكتروناته منفصله لوحدها عن الكلورين، هتلاقي ان حواليه 5 والفالنس الكترون بتاعته 5. يعني S2B3 كان يبقى فالنس الكترون 5 S2B3. دي غلط ودي غلط. تعال لي في بي. بي الفورمولا بتاعته عامله ازاي؟ انا بقى نكتبها في مكان تاني عشان يبقى عندنا واسع نعرف نكتب بتاعتها. ادي البي، قال لي انها ماسكه في 2 سي ال، ادي سي ال وادي سي ال. السي ال الدوت ريبريزنتيشن بتاعه عامل كده، دوت ريبريزنتيشن بتاعه عامل كده. البي عشان تعمل بوند مع الكلوراين يبقى لازم يكون عندها سنجل وسنجل كده اهو. في مشكله ظهرت لي يا دكتور محمود ان البي كده من المنظر اللي قدامي عندها 4 الكترون فقط حواليها. اعمل ايه عشان تتبع الاوكتت رول؟ لازم يكون عندها كمان اكيد 2 لون بير. كده بقى حواليها 8. كده انا طبقت الاوكتت رول، كده انا متخيل الرسمه صح. من الاخر فين الالكترونات الخاصه بالبي فقط؟ اللي هي الفالنس شيل بتاعت البي. تعالى كده نحوط البي، دي الكترونات البي، ماليش دعوه بالالكترونين اللي هنا وهنا. البي كده عندها كام الكترون؟ 6 الكترون. عدد الفالنس، عارف الفالنس دول بيبقوا قاعدين فين؟ في الاس والبي، فاكيد اس وبي فيها 6. الاس اخرها تشيل 2 والبي هتشيل 4. كده 6 فالنس. كده انا مظبوط والدنيا لذيذه معايا. يبقى انا هختار من هنا اس 2 بي 6. انا قلت بي 6 ولا بي 4؟ بي 4 سوري، عشان يبقى التوتال 6. فهتبقى لا دي احنا اوريدي غلط قلنا عليها، هي دي اللي هي الانسر بي. تعالى نمسح اللي هي الانسر بي. اس 2 بي 3 عشان التوتال 5 هنا، اس 2 بي 4 عشان التوتال 6 هنا. ما تنساش دايما اوكتت رول يبقى لازم احوط نفسي ب 8. السؤال اللي بعده بيقول لك which of the following choice represent الهيدروزين مولكيول. الفورمولا بتاعته H2NOH. بيديك الاتوميك نمبر بتاع الثلاثه اليمنت، ساعات ممكن يديهولك وساعات لا. بيقول لك هات لي عدد اللون بير وهات لي عدد البوند بير في الرسم. بص يا ابني، انت عشان تجيب عدد اللون بير والبوند بير هو طريقتين ما لهمش تالت. الطريقه اللي موجوده هو ان انت ترسم الشكل ده وتبتدي بقى تعد فين اللون بير في كل الرسمه وفين البوند بير في كل الرسمه. ثواني بس اتاكد المايك شغال. هتعد فين توتال لون بير وتوتال البوند بير. وفي طريقه ثانيه ممكن من غير رسم خالص، اللي هو بمعنى انا عندي فين الاليمنت بتوعي اللي موجودين هنا، او عندي 2 من الهيدروجين، عندي 2 من الهيدروجين وواحده نيتروجين، سوري 3 هيدروجين، واحده نيتروجين واحده اكسجين. حلو. الهيدروجين الاتوميك نمبر بتاعه 1. ماشي. الهيدروجين الاتوميك نمبر بتاعه 1. يا عم اهدى بقى.
ما تضايقنيش بسم الله اهو. الهيدروجين الاتوميك نمبر بتاعه 1 فيبقى توزيعه 1 اس 1، عنده واحد فالنس الكترون، فيبقى الرسمه بتاعته عامله كده. عنده واحد سنجل، لكن هل الهيدروجين ابن الذين امانه ده عنده اي لون بير في الموضوع؟ لا، ما عندوش اي لون بير، نو لون بير. حلو. تعال نشوف اللي بعده مين. الاكسجين. الاكسجين الاتوميك نمبر بتاعه 8. حلو. توزيعه عامل ازاي؟ 1 اس 2، 2 اس 2، ثم في الاخر 2 بي 4. الفالنس الكترون بتاعته 6، فيبقى رسمته عامله كده. عنده 2 لون بير و2 سنجل، معنى ان عنده 2 سنجل يبقى هيعمل 2 بوند. الهيدروجين عنده واحد سنجل يبقى هيعمل واحد بوند بالسنجل بتاعه. اخر واحد بقى هو النيتروجين 7، واحنا اوريدي عملناه، كان اس 2 بي 3 5 فالنس، فيبقى المنظر بتاعه عامل كده، بيعمل 3 ايه من البونز. حلو. تعال بقى نشوف الكومباوند اللي كان مديهولنا اللي اسمه الهيدرولازين. كان عامل كده صح؟ صح. النيتروجين اقل عددا هسنطره. الهيدروجين دايما بيتطرف، احط واحد على الطرف هنا وواحد على الطرف فين هنا. بعدين الاكسجين اهو والهيدروجين اهو. الدوت ريبريزنتيشن اللي انا لسه عامله استفيد بيه. النيتروجين كان شكله عامل كده 3 سنجل وواحد لون بير. الاكسجين كان 2 سنجل و2 لون بير. الهيدروجين كان واحد سنجل واحد سنجل واحد سنجل. ليه حطيت يا دكتور محمود السناجل قصاد بعض من كل اتوم؟ علشان يعملوا مع بعض بونز 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 بونز. كده انا رسمت الشكل بتاعي. كده انا رسمت الشكل بتاعي. من المنظر ده كم عدد البوند بير؟ ادي ده كده زوج عامل ربط، وده بير من الالكترونات عامل ربط، وده الثالث وده الرابع. يبقى انا كده عندي 4 بوند بير. طب عدد اللون بير، عدد الازواج اللي مش عامله روابط اهو، في واحد كده قاعد زي الباشا فوق، وفي واحد هنا وواحد هنا. 3 من اللون بير. كده انا حليتها لو انا رسمت. طب لو ما كنتش رسمت كان ممكن ان انا من غير ما اقعد اعمل الرسمه ما اعرفش ارسمها، كان ممكن انا اجيب عدد اللون بير. انا عندي وحده اكسجين من غير ما ارسم اهو، باين ان فيها 2 لون بير، وواحد نيتروجين واحد باين ان فيه واحد، يبقى توتال اللون بير من غير ما ارسم خالص 3. البوند بير بصراحه لا، مش هتعرف تجيبها غير لما ترسم، لكن اللون بير ممكن من غير رسمه تعرف تجيبها. هنا يبقى عندنا عدد البوند بير كان 4 وعدد اللون بير كان 3، فتبقى الانسر بي. The hydrogen molecule reaches the state of stability when two hydrogen atoms approach each other to a distance at which ايه؟ بص، فاكر لما قلنا ايه هي الميكانيزم او الثيوري اللي بتفسر ازاي بيتكون الهيدروجين اتوم؟ كانت ازاي يا دكتور محمود؟ ان كان بيبقى عندي هيدروجين عنده سنجل الكترون، هيدروجين عنده سنجل الكترون، كانوا الاثنين دول يبتدوا يقربوا من بعض شويه، فساعتها الالكترونات دي كانت الالكترون دينستي بتاعتها تزيد، شايف؟ تقعد تتحرك كتير قوي كده. حلو. يبقى لما بيقربوا الالكترون دينستي بتبتدي انها تزيد لحد ما عند مسافه معينه، لما يقربوا قوي والالكترون دينستي تزيد جدا 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 ما بينهم بتتكون البوند. حلو. انت فاكر اصلا كانت ليه البوند بتتكون؟ علشان الكاينيتيك او كانت البوتنشال انرجي بتاعه التو اتوم تقل. الهيدروجين والهيدروجين بوتنشال انرجي قبل ما يرتبطوا ده مثلا، ولنفرض رقم اعتباطي ده كان 3 كيلو جول مثلا، طبعا رقم بنهبده. الهيدروجين هنا مثلا كانت طاقته اكيد زيه 3 كيلو جول. حلو. لما الاثنين ارتبطوا، عارف الكاينيتيك انرجي بتاعت الاثنين مع بعض كام؟ حوالي 2 كيلو جول. يا نهار اسود يا دكتور محمود، دي قلت قوي. كده الاتوم بقت مستقر. وهي دي الفكره، ان دايما بيكون مجموع البوتنشال انرجي بتاعت الاثنين اتوم لوحدهم اقل لما يكونوا مع بعض، وعشان كده بيرتبطوا عشان يبقوا مستقرين وطاقتهم اهدى. يبقى احنا لما بنقرب وبتتكون البونز وبنقرب ابروتش، بنقرب لمسافه معينه، الالكترون دينستي بتبقى اعلى ما يمكن. بتبقى عاليه قوي. تتكون البوند لازم الالكترون دينستي تكون عاليه، كثافه الالكترون. والمولكيولز الانرجي بتاعته اعلى من مجموع الانرجيز اوف ذا تو اتوم. لا ده اقل. احنا بنعمل كده عشان نقل مش عشان نزيد في الطاقه. طب الالكترون دينستي قليله؟ لا، الالكترون دينستي هاي از بوزيتيف اعلى ما يمكن، وانرجي المولكيول اقل من المجموع. هي دي الاجابه الصح. according to valence bond theory الكوفالنت بوند ان الاتش اف molecule is formed as a result of ايه؟ الفالنس بوند ثيوري النظريه كانت بتقول ايه؟ ان الاوربيتال في سنجل الكترون بيتداخل وبيحصل له اوفرلابنج مع اوربيتال في سنجل الكترون تاني. فانا عندي اتوم وعندي اتوم، اوربيتالاتهم بتخش في بعض، فيديك مولكيول زي الاتش اف ويقول لي يلا زي الشاطر قول لي اوربيتال مين مع اوربيتال مين. فيجي هنا نوعين من البشر، نوع بيحفظ، فهو حافظ الاكزامبل ده جه في كتاب المدرسه، فهو عارف ان كان بيحصل 1 اس اوربيتال من الهيدروجين عامل كده مع 2 بي زد من الفلورين عامل كده، وبيحصل ما بينهم اوفرلابنج وبيلحموا مع بعض كده.
فهختار الاجابه دي بمنتهى السهوله يا دكتور محمود، اللي هي اني اوفرلاب 1 اس من الهيدروجين مع 2 بي واي. لا احنا قلنا مع 2 بي اكس واي زد، 2 بي زد. يبقى الانسر ايه. طب دكتور محمود انا مش بحب احفظ، يعني اجيبها ازاي لو انا مش عايز احفظ الاكزامبل مين مع مين، وانا شايف ان انت مش محتاج تحفظ، بس احفظ على الاقل الاتوميك نمبر بتاع الهيدروجين والاتوميك نمبر بتاع الفلورين عشان تعرف تحلها. ليه؟ طب انا احلها كده ازاي؟ لان انت هتوزع الاثنين اليمنتس دول وهتدور فين الاوربيتالات اللي فيها سنجل الكترون اللي ممكن نكون بيها البوند، اللي ممكن نعمل بيها اوفرلابنج مع بعضنا. ازاي هعمل كده؟ تعال نشوف. الهيدروجين كلنا عارفين من الاوف باب بنوزعه ازاي، 1 اس 1. الفلوراين برضو من الاوف باب هنوزعه ازاي؟ هنوزعه 1 اس 2 ثم 2 اس 2 ثم 2 بي 5. حلو. فين من هنا الاوربيتالز اللي فيها سنجل؟ والله ال1 اس 1 فيها سنجل اكيد، الاس عباره عن 1 اوربيتال في الكترون واحد فاحطه باصص لفوق. الاس لو فيها الكترونين يبقى ما فيهاش سنجل، الاس لو فيها الكترونين يبقى ما فيهاش سنجل. البي طالما ما فيهاش 6 يبقى اكيد فيها سنجل. البي ما هي اللي عباره عن 3 من الاوربيتالز فيها 5 الكترون، فهبتدي ان انا تبع هوند احطهم الاول سنجل، وبعد لما بخلص سنجل ابتدي ان انا اعمل بيرنج للالكترون الكام؟ احنا قلنا 5، فانا كده حطيت 3 4 كده 5. ايه ده؟ خلي بالك ان اول اوربيتال في البي اسمه اكس، تاني اوربيتال اسمه واي، تالت اوربيتال في زد. دول مش سنجل، مش سنجل. يبقى الفلوراين كون البوند باستخدام اوربيتاله اللي اسمه بي زد. كام بي زد؟ 2 بي زد. بينما الهيدروجين كون البوند باستخدام اوربيتاله اللي اسمه 1 اس 1. يبقى انا رسمت، وزعت، ما فيهاش رسم، وزعت وشفت فين السنجل ايه الكترون في الاوربيتالات. 1 اس من الهيدروجين، 2 بي زد من الفلورين. رضيت بتوع الحفظ ورضيت بتوع الفهم، وربنا يا رب يرضينا جميعا. element X has 6 valence electron. ماشي، 6 فالنس الكترون. والله طالما 6 فالنس الكترون احنا ممكن نرسمها مثلا ايه، السته بيتحطوا 1 2 3 4. بص يا ابني هم 4 اماكن بتحط فيهم الالكترونات، اتملوا ابتدي يعمل ايه؟ قعدهم جنب بعض بيرنج. نفس كلام هونز على فكره، متقاربين من بعض. اتملوا يبقى احط 5 6. كلام مش صعب صح؟ هلاقي عندك 2 لون بير و2 سنجل، يبقى الاكس ده اخره يكون 2 بونز فقط. طب تعالى نكمل نشوف هو عاوز ايه. all of the following compounds اوكي of element X obey الالكترونيك ثيوري اوف فالنس اكسبت. لازم تبقى عارف بقى مين هي الالكترونيك ثيوري اوف فالنس، ده اختصار لمين او ده اسم مين؟ ده الاسم الاوكتت رول اللي احنا بنتكلم عنها. في ناس ما تعرفش ان اسمها الكترونيك ثيوري اوف فالنس. على فكره يا منطقي، انا نظريه بتكلم على ان الفالنس شيل بتاعي يبقى جوه المولكيول حوالي 8، فطبيعي اسميها الكترونيك ثيوري اوف فالنس لانها ليها علاقه بالالكترونات وليها علاقه بايه؟ بالفالنس. طيب المهم بقى بيقول لك ان كل الكومباوندز للاليمنت اكس ده هتتبع الاوكتت رول ما عدا، يعني مش هيبقى حوالي 8، يبقى حوالي اكتر من 8. تعال نجرب. H2X يعني هات لي مثلا 2 هيدروجين مسكهم معاه اهو واهو. الهيدروجين بيكون عنده واحد فالنس الكترون يترسم كده، واعمل بوند كده واعمل بوند كده. جس وات ده حوالي 8 اهو. حوالي كام؟ 8. يبقى بيتبع الايه؟ القاعده. تعال نرسم واحد تاني. تعال مثلا نرسم الاكس اف 6. بيقول لك ان الاكس ده انا حوطه في 6 من الفلوراين، ادي 1 2 3 4 5 6. يا نهار اسود. طب ازاي حوطته بستة؟ طب ما انا ما عنديش غير 2 سنجل اكون بيهم ايه؟ بونز. فساعتها اللي هيحصل هو الاتي. بص بص الحركه دي اهو 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 اهو. لا يا باشا، انت عندك 6 فالنس استغلهم، انت في مأزق دلوقتي، فانت عشان تطلع من المأزق هتستغلهم، هتحط الستة سنجل كلهم. 1 2 3 4 5 6. والفلورين بيكون عنده واحد سنجل رسمناه قبل كده، فهنعمل 6 بوند بالمنظر ده. نعمل 6 بوند بالمنظر ده، هتلاقي ان الاكس وقتها متحوطه ب 12 الكترون، وتبقى الانسر سي. يا دكتور محمود انا مش فاهمها دي بصراحه، غريبه شويه رخمه شويه. اقول لك يا حبيب قلبي، انت اللي ما خدتش بالك من الاول ان بيقول لك اليمنت الفالنس الكترون بتاعته 6. فالاليمنت مين خدنا الفالنس الكترون بتاعته 6؟ ده الجروب 6 a صح، اللي كان فيه اكسجين وكان فيه سلفر. مظبوط، المعلومه دي حلوه خليها عندك. طيب بيقول لك اف 6، واحد من دول ماسك اف 6. يا نهار اسود، اوعى تقول لي يا دكتور محمود قصدك الاس اف 6 اللي احنا خدناه تبع النظريه متحوط ب 12 الكترون ودازنت اوبي الرول. بالظبط. ما هو انا اديتك اكزامبل في كتاب المدرسه عشان تحطهم في دماغك. هم مين الاكزامبل؟ البي سي ال 5 والاس اف 6. خلاص. انا بقول لك اكس اف 6 اكيد ده السلفر، واكيد هو ده اللي ما بيتبعش الايه؟ النظريه. يبقى انا شرحتها لك بطريقتين وانت ودماغك يا بطل. تعال نكمل ونشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك according to الفالنس bond theory
The covalent bond in الامونيا NH3 is formed as a result of ايه؟ يعني اوربيتال مين مع اوربيتال مين؟ اوربيتال مين مع اوربيتال مين؟ هنا ده بقى الاكزامبل مش موجود في كتاب المدرسه. شفت بقى؟ فاللي بيعتمد على الحفظ مش هيعرف يحلها، لكن اللي بيعتمد على الفهم عارف دكتور محمود شرح ازاي. قال انا عندي NH3 يعني N مع H وH وH عندها لون بير وبتتكون هنا بوند وبتتكون هنا بوند وبتتكون هنا بوند. انا عايز اعرف بقى البونز دي بتتكون ما بين مين ازاي؟ بتتكون ازاي في النيتروجين. اوكي حلو. ف هنبص هنا هيقول لك هل حصل اوفرلاب ما بين 1 اس اوربيتال جاي من الهيدروجين صح؟ او الهيدروجين اصلا ما حلتوش غير ال1 اس سنجل اوربيتال وده قلنا عليه مع سنجل الكترون اوربيتال في سنجل الكترون مع النيتروجين اتوم. اكيد يا دكتور محمود اكيد. نص النظريه بيقول اوربيتال في سنجل مع اوربيتال في سنجل وتداخلوا مع بعض. الهيدروجين هنوزعه هنلاقي ان هو فعلا عنده اوربيتال في سنجل اسمه 1 اس 1. النيتروجين في الاجابه ما حددش هو اني اوربيتال في سنجل، بس مليون في الميه اكيد في اوربيتال في سنجل من النيتروجين هو اللي عمل البوند، وده نص النظريه. طب تعالى في بي. هل ان الانرجي ليفل ايه ده؟ ايه العلاقه بالنظريه بتاعتنا؟ انا علاقتي نظريتي بتهتم بالاوربيتالز. نظريتي حديثه مش قديمه. النيتروجين اتوم بتوصل للستيبل ستيت لما بتحوط نفسها ب 8 الكترون ثرو شيرنج. دي اجابه معلومه صحيحه جدا مليون في الميه. بس دي كان نظريه اسمها اوكتيت رول مش فالنس بوند ثيوري. انت كده دخلت النظريتين في بعض يا باشا. طب الانسر دي بيقول لك هنا ان الاوفرلاب ما بين ال1 اس اوربيتال هيدروجين مع 2 اس اوربيتال نيتروجين دي اجابه غلط. ده ليه يا دكتور محمود؟ اقول لك على حاجه. لانه بكل بساطه توزيع النيتروجين كده 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام؟ 2 بي 2 بي 3 2 بي 3 خلاص. فده الفالنس الكترون بتاعه الايه؟ النيتروجين. خلاص حصل يا دكتور محمود. الفكره ان السنجل اوربيتال اللي بين النيتروجين بيعمل بيه البونز مش ال2 اس ولا حتى ال2 بي ايه ده، مش ال2 اس ولا حتى ال2 بي ايه ده. ازاي يا دكتور محمود؟ لان احنا بقى خدنا معلومه مهمه وهي ان النيتروجين او ال NH3 هنا النيتروجين هنا بيعمل عمليه هايبردايزيشن. تعرف منين الهايبردايزيشن حصل وحصل نوعه ايه؟ بان احنا بنجيب نمبر اوف ريجن اوف الالكترون دينستي. والنمبر اوف ريجن اوف الكترون دينستي ده بيتجاب ازاي؟ بيتجاب من نمبر السيجما بوند اللي عندك بلس نمبر اللون بير. في المنظر اللي عندك هنا مش دي سنجل كوفيلنت؟ ايوه يبقى دي نوعها سيجما. مش دي سنجل كوفيلنت يبقى نوعها سيجما. مش دي سنجل كوفيلنت يبقى نوعها سيجما. هو امتى ما يبقاش نوعي سيجما؟ لو انا مثلا دبل فتبقى واحده سيجما وواحده باي. لو انا مثلا تريبل فتبقى واحده سيجما واثنين باي. لكن غير كده سنجل سيجما على طول واحد لون بير. اذا النيتروجين في ال NH3 3 سيجما وواحد لون، التوتال 4. بص لما تلاقي ان من القانون ده توتال السيجما واللون بير طلع 4 اعرف ان هنا هايبريدايزيشن من النوع SB3. طب لو التوتال كان 3 يبقى نوع SB2. طب لو التوتال كان 2 يبقى النوع SB. طب لو انا لقيت التوتال واحد اصلا سيجما بوند واحده يبقى مفيش هنا هايبريدايزيشن اكيد. لقيته 5 مش ده اللي علينا. ولا علينا ان انا الاقي المجموعه 4 المجموعه 3 المجموعه 2. لو لقيت المجموعه 4 او 3 او 2 اعرف على طول ان في هايبريدايزيشن حصلت وحدد النوع بتاعها. يا رب تكون مفهومه بالنسبه لك. طب يبقى انا كده ال NH3 عمل هايبريدايزيشن من النوع ال NH3 بمعنى ان احنا خدنا الاكزامبل ده في كتاب المدرسه في الفالنس بوند ثيوري ان الاوربيتال بتاع الاس مع الثلاثه بتوع البي اتضربوا كلهم في الخلاط وطلعوا لي 4 اوربيتال فيهم 5 الكترون بالمنظر ده كلهم من النوع SB3. فالبوند هنا حصلت من الاوربيتالات دي ما بين الN والH. الثلاثه دول اللي فيهم سنجل اللي هم من النوع SB3 مش الاس2 خالص. وحتى لو قال لك بي قول له غلط. قول له ده SB3 مع الاتش. قول له ده SB3 مع الاتش. يا رب تكون مفهومه. تعالى نخش على السؤال اللي بعده اللي بيقول which of the following molecule did the simple concept of the covalent bonding fail to explain. بص هو هنا كان المفروض يوضح انه قصده بالكوفالنت بوندنج fail to explain قصده بيها النظريه بتاعت الفي بي تي. نظريه الفي بي تي الشكل السيمبل بتاعها ما عرفش ان هو يشرحها. وهنا لازم يبقى عندك حاجه مفهومه. ان نظريه الفي بي تي طلعت الاول بالشكل السيمبل بعد كده بالشكل النهائي بتاعها. الشكل السيمبل ان هو كان بيقول لك يا ابني اوربيتال في سنجل مع اوربيتال في سنجل بيخشوا في بعض. الشكل اللي بعد كده اللي تطور واصبح معقد اكتر نفس الكلام اوربيتال في سنجل واوربيتال في سنجل بس زاد عليه كلمتين. الكلمه الاولانيه هي حته ان في اكسايتيشن بيحصل والكلمه الثانيه ان في كلمه هايبريدايزيشن بيحصل. فانا هفكر في حاجه.
الكومباوند اللي بيفشل في تفسيره السمبل ثيوري الكومباوند اللي محتاج حاجه من الاثنين، لا اكسايتيشن لا هايبريدايزيشن، او الاثنين مع بعض. طب انا عندي كومباوند لا ما احتاجتش فيه اكسايتيشن وهايبريدايزيشن، النظريه دي تفسره عنب عنب. جبت منين الكلام ده يا دكتور محمود؟ ان انا كان عندي كومباوند اسمه سي اتش 4، وقلنا ان ده من عيوب النظريه، ان النظريه في الشكل السيمبل بتاعها ما عرفتش تفسره. طب هي ليه ما عرفتش تفسره؟ لانه كان محتاج الحاجتين، اكسايتيشن وهايبريدايزيشن. فيبقى انا في الامتحان ببص، انت محتاج اكسايتيشن وهايبريدايزيشن، لا يبقى السيمبل فورم يفسرك. انت محتاج، يبقى السيمبل فورم بيفشل في تفسيرك. تعالى فيلا بينا نشوف كومباوند او مولكيول زي الهيدروجين. ادي الهيدروجين مع الهيدروجين سنجل مع سنجل بنعمل الكوفالنت بوند، ده الكلام العادي. عندي هنا توزيع الهيدروجين 1 اس 1 1 اس 1، فواضح قوي ان الاوربيتال السنجل من هنا مع الاوربيتال السنجل من هنا بيعملوا مع بعض. هل هنا انا احتجت اكسايتيشن في حاجه؟ لا. هل احتجت هايبريدايزيشن في حاجه؟ لا. انا بسهوله جدا بكون السيجما بوند بتاعتي باس اوربيتال مع اس اوربيتال. احنا قلنا ان السيجما بوند تتكون بالطريقه دي عادي. طيب تعالى بقى في البي اي اف 2، هل انا مش محتاج اكسايتيشن او هايبريدايزيشن؟ يبقى كده السمبل فورم يفسر الاولاني عادي. هل البي اي اف 2 يفشل ولا ينجح في الموضوع؟ تعالى لما نجرب. البي اي اف 2 رسمته عامله ازاي؟ اي بي اي مع الاف مع الاف. تمام. البريليوم الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه، البريليوم نبقى حافظين اتوميك نمبر بتاعه 4، فهو 1 اس 2 و 2 اس 2. حلو. فيبقى عنده الفالنس الكترون بتاعته هو 2 فقط. الفلوراين قلنا قبل كده ان هو عنده 7 فالنس الكترون، فبيترسموا كده. فلوراين عنده 7 فبيترسموا كده، نعمل بوند مع بوند. دي بوند سيجما ودي بوند سيجما متماثلين شبه بعض، ما ينفعش يبقى عندي بوندات سيجما مش شبه بعض وهي بالشكل ده. خلاص كلام محترم. الفكره يا دكتور محمود ان الفلوراين عنده في الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه احنا فهمنا فكرته، اللي هو عنده البي زد بتاعته وبيكون بيها البوند وخلاص. بي اكس واي بي زد بتاعته وخد بيها البوند وخلاص. البريليوم بقى يا دكتور محمود ده عنده 2 اس 2. ايوه يعني عنده 2 اس 2. بالله عليك ال 2 اس 2 ده عباره عن اوربيتال فيه 2 الكترون. فين السنجل الكترون اللي عنده هنا؟ ايه ده ما عندوش. اجين فين السنجل الكترون اللي عند البريليوم هنا؟ ما عندوش سنجل الكترون البريليوم هنا. هنا البريليوم ما عندوش سنجل الكترون، ما عندوش اوربيتال في سنجل الكترون. فبالله عليك ازاي من غير الاكسايتيشن والهايبريدايزيشن هيكون بوندات هنا؟ ما يقدرش. ما يقدرش. انا امتى بكون البوند؟ لما يكون عندي اوربيتال وفي سنجل الكترون. فانا كبريليوم ما عنديش اوربيتال في سنجل الكترون، اذا انا مش هقدر ان انا اعمل بونز بالشكل ده بالنظريه القديمه. لا انا هبتدي اعمل اكسايتيشن عشان اطلع الالكترون بتاع المستوى اعلى، فبقى عندي اوربيتالين فيهم سنجل الكترون، اعمل ما بينهم ميكس هايبريدايزيشن واكون زي مين بالظبط ما عمل السي اتش 4. فبالتالي الانسر بي بتاعتي هي اللي ما ينفعش ان انا اطبق عليها نص النظريه البسيط بتاعها. تعال نكمل السؤال اللي بعده. which of the following represent الهيدروجين مولكيول اللي هو بالشكل ده مع الاتوميك نمبر ده، عايز عدد اللون والبوند بير. حلينا سؤال شبهه قبل كده، قلنا بنرسم ازاي. الان ده هتبقى سنترال والهيدروجين هيبقى بريفرال، هنا كذلك الان سنترال والهيدروجين ايه بريفرال. حلو. النيتروجين قلنا قبل كده ان عنده 3 من السنجل وواحد لون بير، 3 من السنجل وواحد لون بير. حلو. الهيدروجين هو ما حلتوش غير واحد سنجل وخلاص، فده اللي يعمل بوند 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 بوند. في حاجه، هل النيتروجين والنيتروجين هيبقوا طايرين في الهواء ولا سنجل مع سنجل يعمل بوند؟ سنجل مع سنجل هنعمل بوند عادي. حلو الكلام. كده هذا المولكيول فيه كام بوند؟ 3. واحده الثانيه الثالثه 4 5 سوري كده 5 بوند بير. وهل فيها لون بير؟ ده اهو لون بير للنيتروجين دي ولون بير للنيتروجين دي، فتبقى الاجابه 2 5 اللي هي الانسر دي. هنخش بعد كده على الويكلي اسسمنت، بس في بوينت بقى. الويكلي اسسمنت هو عباره عن 3 موديلز A وبي وسي. الثلاثه يعتبروا نفس الافكار بس اشكال مختلفه. فاحنا هنحل ايه بتفاصيل زي ما احنا حلينا ال 10 اسئله اللي فوق بالتفصيل، وبي وسي هنبقى اسرع من كده لانها هتبقى افكار مكرره. تعالى في النظريه بتقول لك هنا ايه، جيف ريزون الفالنس بوند ثيوري لو اعتمدت فقط على لو او هنا بيزد سلولي يعني مفرده اون ذا كونسبت اوف اتوميك اوربيتال اوفرلاب. لو بس خدنا فكره الاوفرلابنج هنبقى ان ايبل تو اكسبلين الاستراكشر بتاع البورون تراي فلورايد. اولا ارسمه ازاي البورون؟ بورون رمزه بي، تراي فلورايد يعني 3 اف. ما اقدرش ان انا افسر البي اف 3 بهذا الشكل. ايه ده؟ طب ليه يا دكتور محمود ما اعرفش افسره؟ هو البي اف 3 بيترسم ازاي؟ بي اتوميك نمبر بتاعها 5، فلوراين اتوميك نمبر 7، الفلوراين سوري 9. الفلوراين قلنا قبل كده انه عنده 7 فالنس، الفلوراين قلنا قبل كده انه عنده 7 فالنس، الفلوراين قلنا قبل كده انه عنده 7 فالنس. بورون هنوزعه فهنلاقي عنده 1 اس 2 2 اس 2 و2 بي 1، فهو عنده 3 فالنس الكترون، 2 في الاس
موجودين شكلهم عامل كده، وواحد في البي شكله عامل كده. حلو. دكتور محمود البورون حطوا الثلاثه سنجل بتوعه فعمل 3 بوند بالشكل ده. ليه بقى النظريه بتاعتنا في الشكل البسيط منها ما تفسرش؟ اقول لك على حاجه. بيكوز ان الثيوري بتاعتنا بتقول ان اوربيتال في سنجل مع اوربيتال في سنجل بنكون بوند. حلو. هنا انا البورون لانه عمل 3 بوند، فانا محتاج ومنتظر منه انه يكون عنده 3 اوربيتال فيهم سنجل الكترون. طب هو الكلام ده ما حصلش اهو، ده ما عندوش غير اوربيتال واحد في سنجل الكترون. فالنظريه في شكلها القديم ما تفسرش، بس الشكل الجديد كان بيقول ان بيحصل شويه اكسايتيشن، فالكترون الاس ده يروح في البي، وكده بقى عندي 3 اوربيتال فيهم سنجل الكترون، اعمل لهم هايبريدايزيشن. ده بقى النظريه الجديده او الشكل التحديث بتاعها. طب انا اصيغ له الكلام ده ازاي يا دكتور محمود؟ اقول له كوز البورون has only one orbital with single electron and he needs to form the 3 bonds 3 orbital with a single electron. سو ايه اللي بيحصل عشان اعمل حاجه زي كده؟ اكسايتيشن. يبقى اقول له بس بيحصل هنا اكسايتيشن للفيسنت اوربيتال بتاعه الايه؟ بتاعه البورد، او الفيسنت اوربيتال الفاضيه اللي موجوده في البي. ده كان سؤال الجيف ريزون بتاعنا. تعالى لما نكمل السؤال اللي بعده اللي بيقول ايه. بيقول لك الاتوميك نمبرز اللي قدامك، اتوميك نمبر هنا 1، هنا 13، الزد 16 والواي 17. اوكي. رايت كيميكال فورمولا اوف كومباوند فورمد باي كومباينيشن اوف الاليمنت واي ويز دبليو. ادي واي وادي دبليو. انا عايز بس مجرد كيميكال فورمولا. طب انا عشان اكتب كيميكال فورمولا محتاج ابقى عارف الفالنسي عشان ابدلهم. هكتب الفالنسي بتاعت الواي والدبليو وابدلهم كده، انا كتبت كيميكال فورمولا بشكل مظبوط. ازاي بقى هعرف الواي ده؟ عشان اجيب الفالنسي هجيب الفالنسي الكترون والجروب اجين. عشان اجيب الفالنسي هجيب الفالنسي الكترون والجروب. الواي توزيعها عامل ازاي؟ هوزعها كالاتي، هقول نيون 10 3s 2 3b1 3 من الفالنس الكترون، يبقى انا اكيد في الجروب 3a. الجروب 3a اللي عنده 3 فالنس الكترون كلنا حافظين الفالنس بتاعته بوزيتيف 3. طب تعالى ليه في الدبليو؟ صح شو قال لي دبليو؟ الدبليو توزيعه كالاتي، نيون 10 3s2 3b5 7 من الفالنس الكترون. 7 فالنس الكترون يبقى انا في الجروب 7a، يبقى انا الفالنس بتاعتي نيجاتيف 1. قاعده عامه 7a نيجاتيف 1. طب معلش انا كدبليو نيجاتيف 1 وانا كواي بوزيتيف 3. لما بدل تبقى واي دبليو 3، تبقى واي دبليو 3، والواي البوزيتيف تتحط على الشمال والدبليو النيجاتيف تتحط على اليمين. يبقى انا كده عملتها مظبوط. هل ده بيتبع الاوكتت رول؟ هل ده بيتبع الاوكتت من غير ما ارسم؟ هو الواي ده مش احنا قلنا احنا حفظناه ده الالومنيوم والدبليو ده الكلورين طب هل الاي ال سي ال 3 اللي هو ده بيطبق الاوكتت رول؟ نو. احنا رسمناه فوق ولقينا ان هو متحوط ب 6 الكترون مش 8. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك كالاتي according to الفالنس بوند ثيوري او الفي بي تي. مالها يا دكتور محمود؟ بتقول identify atomic orbital involved in forming bond in the molecule XW. انا عايز الاوربيتال اللي داخله في تكوين البوند ما بين الاكس والدبليو. قلنا بنعمل ايه؟ ارسم الاوربيتالات قدامي، اوزع الاول الكترونيك كونفيجريشن، ثم ارسم الاوربيتالز قدامي واشوف مين الاوربيتال اللي فيها سنجل الكترون. خلاص تعال نشوف. الاكس ده اللي هو الهيدروجين في 1، فيبقى توزيعه 1 اس 1 عامل كده. الدبليو ده اللي هو ال 17 احنا لسه واسمينه فوق اهو 3 اس 2 و 3 بي كام 5. اللي فيه سنجل الكترون اكيد ال 3 بي 5. تعالى كده نشوف 1 2 3 4 5. يبقى البي زد اهو هو اللي فيه سنجل. طب وهنا ال 1 اس 1 هو اللي فيه سنجل، يبقى السنجل من هنا مع السنجل من هنا ال 1 اس 1 مع البي زد. كام بي زد ده؟ 3 بي زد. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول which of the following is true for boron trifluoride اللي احنا رسمناه كده. هل بيوبي الاوكتت رول؟ قلنا لا، ده كان من القواعد الشواذ اللي بيشذ في الاوكتت رول. متحوط ب 6 الكترون. هل البونز كان بي اكسبلين باي كونسبت اوف الاوربيتال اوفرلاب؟ هل البونز كان بي اكسبلين باي كونسبت اوف الاوربيتال اوفرلاب؟ عادي، ما النظريه دي طبيعي جدا انها هتفسره. سنجل الكترون مع سنجل الكترون هتفسره. طب تعالى نشوف اللي بعده. هل ان هو بيوبي الاوكتت رول؟ قلنا لا. هل doesn't obey الاوكتت رول and its bond cannot be explained by ال VBT in its simplest form؟ انا ما كملتش بس للاخر عشان كان مخفيه بالبرنامج. in its simplest form دي اللي تخلي المعلومه دي cannot be explained بيها. بمعنى الفي بي تي هيعرف يفسره عادي ولكن مش في السمبلست فورم. ليه؟ لان البي اف 3 انا لسه قايل لك فوق بيحتاج انه يعمل اكسايتيشن وهايبريدايزيشن، والسمبلست فورم بتاع النظريه ما فيهوش الاثنين، فلا السمبلست فورم ما يفسروش برضه. ايه اللي بيديسكرايب البي اتش 3؟ هل ان هو البي اتش 3 ده عامل ازاي؟ تعالى نرسمه. ادي بي اتش اتش اتش
اللويس دوت ريبريزنتيشن بتاع البي كان عامل كده، بتاع الهيدروجين عامل كده. خلاص، البي هنا متحوطه ب 8 الكترون. تؤبي الاوكتت رول ولا لا؟ تؤبي الاوكتت رول عادي جدا. فهي doesn't obey الاوكتت رول؟ لا، بتوبي الاوكتت رول. doesn't obey الاوكتت رول. هل البوند formed by overlap of الاس اوربيتال؟ الهيدروجين ما عندوش غير الاس اوربيتال، فطبعا صح. and with orbital containing single electron from البي اتوم. اكيد في اوربيتال في سنجل الكترون جاي من البي، ما هو هتشارك بالبوند ازاي؟ بتنشا البوند ما بين اوربيتال في سنجل الكترون من البي، مش مهم اسمه ايه، ما قالكش اسمه ايه ومش مهم، ما دخلكش في تفاصيل، مع اوربيتال في سنجل مع الاتش، صح، اللي هو الاس. فاكيد المعلومه دي صح الصح الصح. طيب الاجابه سي بقى، قال لك اوفرلاب ما بين اس اوربيتال من الاتش واس اوربيتال من البي، لا، ما يخلكش تحدد. ليه؟ لان البي اتش 3 ده شبه الان اتش 3، هتحتاج تعمل هايبريدايزيشن وهتبقى من النوع اس بي 3، فمش الاس ده خالص. احنا قلنا خلاص طالما خلص ايه هتلاقي الكلام كله تحصيل حاصل. The octet theory doesn't apply to NO2، لان ده كان اول سؤال عندنا، ان التوتال بتاعهم كام؟ odd number. odd number 5 plus 6 plus 6 17، تقول له odd number. السؤال اللي بعده نفس الجدول اللي كان في النموذج ايه، بيقول لك بس اكتب كيميكال فورمولا فور element كام؟ W. W ده احنا قلنا الكلوراين. طيب الكلوراين لو عامل كيميكال فورمولا يعني ماسك مع حاجه، يمسك مع مين مثلا؟ الدبليو كده يمسك مع نفسه، دبليو ويز دبليو، دبليو 2 اهو، يعمل سي ال 2. طيب هل هي بتتبع الاوكتت رول ولا لا؟ اه ليه؟ كلوراين اهو، كلوراين اهو، لما يمسكوا مع بعضهم يمسكوا كده، هتلاقي ان حوالين كل كلورين حواليها 8. طيب فالنس بوند ثيوري ايدنتيفاي اتوميك الاوربيتال ذات فورم بوندنج ان ذا مولكيول اكس 2. الاكس ده قلنا الهيدروجين عنده واحد فالنس، هيدروجين عنده واحد فالنس، ماشي. هو بيقول لك بقى مين الاوربيتالز؟ احنا قلنا الهيدروجين ما حلتوش غير ال1 اس 1 بتاعته، 1 اس 1 بتاعته. تمام يا دكتور. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا ديسكرايب البريليوم دايكلورايد، هل بيوبي برضه ده كان من القواعد اللي بتشذ عن الاوكتت رول. هترسمه كده كده اهو، هتلاقي ان هو متحاوط فقط بكام؟ ب4 الكترون مش ب8، فده لا، ما بيتبعش الاوكتت رول، ما بيتبعش، ايوه صح، سوري، يبقى ان هو بيتبع هي دي اللي غلط، ما بيتبعش صح، ما بيتبعش صح. هل ما يتبعش والبوند كان not be explained by simplest concept of orbital overlap، ولا كان be explained by simple concept of orbital overlap؟ كان not be explained by simplest form. طب ليه؟ تعال نشوف. البريليوم اتوميك نمبر 4، فتوزيعه كده 1 اس 2 2 اس 2، حلو. فالفالنس شيل بتاعه 2 اس 2 بس، ده عنده اوربيتالات فيها سنجل الكترون، لا يبقى لازم يعمل حركه خبيثه، يعمل اكسايتيشن من الاوربيتال لاوربيتال تاني اهو، عشان يبقى عنده 2 اوربيتال فيهم سنجل، يبقى لازم يعمل، ما فيش، لازم يعمل اكسايتيشن هنا، خلاص، لازم يعمل اكسايتيشن وهايبريدايزيشن كمان. فالسمبلست فور مش هتفسره، طالما حاجه بتعمل اكسايتيشن مش هتفسره. فهو لا، كان نوت بي اكسبلين، مش كان بي، كان نوت بي اكسبلين. انسر ايه؟ which of the following statements correctly describe الفوسفورس كلورايد مولكيول اي البي سي ال 3؟ ايه اللي هنا بيصف البي سي ال 3؟ احنا رسمنا البي سي ال 3 ده كتير قبل كده اهو كده، ويعمل بوند وفي طبعا كلورينا من تحت هنا هتقابله ويعملوا مع بعض احلى بوند، خلاص. وده كان بيتحوط ب8، فبالتالي بيطبق الاوكتت رول. doesn't obey الاوكتت رول؟ لا بيوبي الاوكتت رول. doesn't obey؟ لا بيوبي. طب بيوبي الاوكتت رول واوفرلاب بين البي زد من الكلوراين، احنا قلنا الكلوراين ما عندوش غير اوربيتال واحد اللي هو البي زد، ده اللي فيه سنجل، ده هتخش بيه، خلاص. وذ اوربيتال كونتيننج سنجل الكترون من البي، وما حددليش، الحمد لله انه ما حددليش اني اوربيتال في البي، لان احنا قلنا ان البي سي ال 3 او البي اتش 3، البي هنا لازم يحصل لها هايبريدايزيشن من النوع ايه؟ اس بي 3، فهو كويس ان هو ما حددها ليش، خلاص. هو قال لي سنجل من البي وخلاص. والكلوراين احنا اوريدي عارفين ان هو اخره بي 3 بي 5، فلما ارسمه كده كده هتلاقي ان البي زد هي اللي فيها السنجل الكترون عند الكلوراين. failure of the concept of simple atomic orbital overlap to explain bonds in BeF2. فهمنا ليه؟ لان هو الاتوميك نمبر بتاعه او الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه اخره 2s2، فما عندوش اوربيتال والسنجل الكترون، فلازم يحصل اكسايتيشن. وكمان عنده فيسنت اوربيتال، كمان عنده فيسنت اوربيتالات فاضيه يقدر يعمل لها اكسايتيشن. السؤال اللي بعده بيقول لك using the following table chemical formula element Z and element X. ادي Z و X. Z ده اتوميك نمبر 6، ده الكربون،
الفالنس بتاعته 4، الاكس ده الهيدروجين الفالنس بتاعته 1. فالكربون لما بيقابل الهيدروجين بيعملوا مين؟ كومباوند مشهور قوي، السي اتش 4. فيبقى دبليو ولا هي زد؟ سوري زد، زد اكس 4 بيتبع الاوكتت رول. ده كان اول حاجه في النموذج حليناها، كان بيتبع الاوكتت رول. identify atomic orbital that form the bond in the molecule XW. X ده الهيدروجين، W ده الكلورين. ادي الهيدروجين والكلورين. ده كانت في كتاب المدرسه، وبرضه هنوزع هيبقى 1s1. هنوزع هتلاقي الكلورين اخره 3s2 3b5. هتلاقي ان السنجل هنا كام؟ او السنجل موجود فين؟ في البي زد. يبقى هنا الاوربيتال بي زد. هتلاقي ان السنجل هنا كام؟ اهو في ال1s1. يبقى 1s1، فتبقى 1s1 مع 3b زد. البي سي ال 5 يوبي؟ لا، ده كان اكسبشن للقاعده، ما بيعملش اوبي للاوكتت رول. خدناه نصا في الشرح بتاعنا، او يا عم ارسمه. بي متحوطه بكام سي ال؟ 5 سي ال، 5 بوند. عارف يعني ايه 5 بوند؟ يعني 10 توتال الكترون حواليها، مش 8. مش 8. تمام. فلا، هي نوت اوبي. نوت اوبي الاوكتت رول دي اللي تنفع. اكسبلين باي سمبلست فورم اوف الفي بي تي؟ لا، مش هتوبي باي الاوكتت فورم اوف في بي تي. هل هي doesn't obey to الاوكتت رول؟ طبعا. البوند بتاعتها كان نوت بي اكسبلين باي سمبلست فورم. عارف ليه؟ لان السمبلست فورم ما يحتويش على هايبريدايزيشن، وهنا هتعمل هايبريدايزيشن. طب ليه يا دكتوره تعمل هايبريدايزيشن؟ تعالى اما اقول لك. الفوسفورس اهو، توزيعه عامل ازاي؟ توزيعه كان اس 2 سوري اس 2 بي 3، عامل كده كده، والبي فيها 3 سنجل الكترون كده. فعنده 5 بيتحطوا كده وبالشكل ده. ده كده لازما يعمل هايبريدايزيشن عشان يعمل 5 بوند. ليه؟ لان ما عندوش غير 3 سنجل فقط، فيعمل 3 بوند. لا، انا بقول لك ان هو عامل فوق 5 بوند، يبقى لازما يتصرف عشان يبقى عنده 5 اوربيتالات فيهم سنجل الكترون. 5 اوربيتالات فيهم سنجل الكترون، فلازما طبعا نعمل هايبريدايزيشن لكل دول عشان يبقى عندي 5 فيهم سنجل. على طول لقيت بوندات مش مكفيها الاوربيتالات، اعرف ان انا هضطر اعمل هايبريدايزيشن واكسايتيشن. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا describe الهيدروجين فلوراين مولكيول. الهيدروجين فلوراين كان عادي جدا، كان بيوبي الاوكتت رول عشان الفلورين بيبقى حواليه 8. وكان كمان بينتج من ال1 اس 1 والبي زد زي ما قلنا. خلاص. فهو الاوكتت رول دازنت ابلاي، لا بتابلاي. ابلاي تو اوكتت رول. البوند ارايز فروم اوفرلابنج ما بين 1 اس بتاع الهيدروجين وال2 بي زد الفلورين. خلاص. 2 اس من الفلورين طبعا لا، و لا بيوبي الاوكتت رول. خلاص. فهي الانسر عندنا كده هتبقى بي. كده احنا خلصنا النموذج. والويك بتاعنا ده هو طول مننا الحقيقه، ولكن كمان الافكار بصراحه صعبه، هم افكار جديده علينا حتى ما حليناش في المعاصر، فكان لازم ان انا اهدى وارسى فيه شويه. الافكار المهمه اللي عدت علينا تعتبر جديده شويه، اللي هو الفي بي تي ان اتس سمبلست فورم، ابلاي ولا نوت ابلاي. مديك مولكيول الفي بي تي يعني ايه؟ اوربيتال في سنجل مع اوربيتال في سنجل. تطبق النظريه هنا، قول له على حسب. السمبلست فور ما يفسرش بعض المولكيول اللي فيها اخطاء. ايه المولكيول اللي ما ينفعش يفسرها؟ المولكيول اللي احتاج اعمل فيها اكسايتيشن او هايبريدايزيشن. اعرفها منين؟ لما اوزع والاقي ان مثلا عدد البونز مش متماشي مع عدد الاوربيتالات السنجل. لما الاقي ان عدد البونز مش متماشي مع عدد الاوربيتالات السنجل، اهي دي النظريه يعني. كده انا هعرف انها مش متماشيه معايا. خلاص. طب الاوكتت رول بتطبق القاعده ولا لا؟ لا، محتاج ارسم نموذج لويس واشوف انت حواليك كام، او اجمع عدد الفالنس الكترون واشوف لو اود نمبر ولا ايفن نمبر. هي دي القصه بتاعت هذا الاسبوع بتاع ويك 3 وكل الاسئله اللي فيه. اتمنى ان انت تكون استفدت، واتمنى ان انت تكون مبسوط وانت بتتفرج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.